فعاليات مدنية مغربية تتحرك للمطالبة باسترجاع الصحراء الشرقية في مبادرة مهمة تعززها وثائق تاريخية تؤكد أن مجموعة من المناطق الشرقية كانت تابعة للسيادة المغربية في منطقة الصحراء الشرقية، وتم اقتطاعها غصبا من طرف الاستعمار الفرنسي لفائدة مقاطعته الجزائر آنذاك. كما أن مطالب الحسم في الأراضي الموروثة عن الاستعمار الفرنسي تعزز أهمية وحيوية فعاليات المجتمع المدني المغربي للدفاع عن القضايا الداخلية والخارجية المتصلة بالمصالح العليا للمملكة المغربية الشريفة. وفيما يبدو أن تحرك فعاليات المجتمع المدني في مختلف المناطق من العالم للترافع حول منطقة الصحراء الشرقية بالحجج والأدلة سيكون له وقع مهم وإيجابي على الدبلوماسية المغربية، وستخدم مصالح المملكة على جميع المستويات من أجل حسم ملف الصحراء المغربية بشكل نهائي. ومن جهة أخرى فهذا هو الطرح الذي ينبغي السير على منواله للترافع حول مختلف القضايا الحيوية للمغرب، أبرزهم ملف الصحراء الشرقية. من جهتها أكدت بهيجة سيمو مديرة الوثائق الملكية في محاضرة كانت قد نظمتها جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة بالعاصمة المغربية الرباط أن المغرب كان يمارس سيادته الشرعية في مناطق شاسعة من الصحراء لقرون طويلة، مشيرة إلى أن السلطان مولاي إسماعيل مارس السيادة المباشرة بتوات وقرورة وواد الساورة من الصحراء الشرقية. وبعد هزائمهم الدبلوماسية والعسكرية يحاول أعداء الصحراء المغربية ترويج لمقترح جديد في قضية الصحراء المغربية، وهو مقترح التقسيم مع المغرب، بمعنى أن جبهة البوليساريو يمكنها أن تنشئ جمهوريتها الوهمية في إقليم الساقية الحمراء حتى حدود الكويرة والقرقرات، رغم أن نظام العسكر في الجزائر يدعي أنه ليس طرفا في هذا النزاع المفتعل حول الصحراء، وأن طرفي النزاع هما المغرب وجبهة البوليساريو، إلا أن الكبرانات مع بداية الألفية الثالثة قدموا مقترحا إلى الأمم المتحدة يقضي بتقسيم الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو، وهو المقترح المضحك الذي عارضه المغرب بشدة. وفي نهاية التسعينات من القرن الماضي أيقنت الأمم المتحدة بأن تنفيذ خطة التسوية في هذا النزاع المفتعل، والتي تقوم على تنظيم استفتاء يقود إلى خيارين: إما الانضمام إلى المغرب أو الاستقلال عنه، ووصلت إلى الطريق المسدود بسبب الخلافات العميقة بين جبهة البوليساريو والجزائر من جهة، والمغرب من جهة ثانية، حول من يحق لهم التصويت.